ما هذا المنتخب السعودي، ما هذا الإبداع، ما هذه القوة. رونالدو، تأثير رونالدو على الدوري السعودي يظهر. وكما قلتها أنا متفائل بالفريق السعودي، وإن شاء الله سوف يصل إلى النصف النهائي. ما هذا اللعب، وما هذه الجرينتا، وما هذه التكنيك، وما هذا الروشن السعودي يبدع أمام الأوروغواي، أمام نجوم الأوروغواي. ما شاء الله، ما شاء الله عليكم يا سعودية، ما شاء الله على المنتخب السعودي. يعني إبداع إبداع. ويني أيام سعيد العويران، ويني أيام الآن عرفت أن الدوري السعودي كما قال رونالدو، نعم هو من أقوى الدوريات. هناك نتيجة في الميدان، ترى نتيجة في الميدان، ترى لاعبين، ترى تدريب، ترى خطة، ترى يعني تكامل بين الخطوط، ترى لاعبين. حاجز النقص انتهى حاجز النقص أمام، بعد أن هزموا الأرجنتين في كأس العالم الماضي. الآن المنتخب السعودي يحلم بشيء آخر، يحلم بالبعيد، يحلم آمال المنتخب السعودي تصعد إلى السماء. نعم نعم، إنه التأثير، إنه تأثير الدون رونالدو، تأثير رونالدو. وتلك 200 مليون لم تذهب هباء منثورا، 200 مليون دولار لم تذهب هباء منثورا، وجلبت نتيجتها في الاستثمارات. وفي العالم عرف أن هناك بلد اسمه السعودية، بلد اسمه السعودية. هناك تطور، هناك ذكاء صناعي، هناك سيارات، هناك سياحة، هناك نيوم سيتي، هناك فهم في الإدارة، هناك فهم في المواطن، هناك يعني إبداع. تعادل، لكن المنتخب السعودي طموحه أكثر من التعادل وأكثر من هذه النتيجة. إن شاء الله يكون الفوز في المباريات القادمة، لكن لا ننفخ المنتخب. يجب أن، نعم تعادلوا أمام الأوروغواي، والأوروغواي ليس من توب تير، يعني ليس من الأرجنتين أو البرازيل أو مثلا الفريق الفرنسي أو إسبانيا. لكن إسبانيا اليوم أهينت أمام رأس رجاء الأخضر، أهين منتخب إسبانيا. تحول كل الهجوم وتلك النجوم كلها إلى زومبي أمام الرأس، أمام فريق يعني صعد. هنيئا للمنتخب السعودي على هذا التعادل، لكن المباراة الأولى لا نلوم ولا ننتقد، نشجع فقط. نحن وراء المنتخب السعودي، نشجع فقط. كل المنتخبات العربية اليوم، مصر، السعودية، إيران، بعد ذلك نحن نشجع كل المنتخبات بغض النظر على النتائج، لأن المباريات الأولى عادة تكون جس النبض، معرفة نقاط القوة والضعف، التفاعل بين اللاعبين، فهم المدرب، فهم الخطوط. التحليل يبدأ من المباراة الثانية والثالثة إن شاء الله والرابعة، إذا تأهل الفريق، يعني إذا تأهل ووصل إلى يعني الربع، نصف نهائي إن شاء الله. لكن أحسنتم منتخب السعودية، أحسنتوا. خطوط متكاملة، دفاع، حارس مرمى، يعني ما شاء الله، ما عندنا ما راح نقوله. طالما وصلك الفيديو اضغط اللايك واشترك في القناة، خلي تكبر القناة. سلام، نلتقي في مباراة الجزائر والأرجنتين.